السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية شكرا لكم كثير على دعمكم الخرافي اللي كان بالفيديوهات السابقة، بإعجاباتكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم. شكرا لكم كثير. وأكيد ما رح ننسى جيش الإشعارات وجيش المشاركات على تفاعلهم الخرافي اللي كان معي بالفترة السابقة. شرحنا اليوم رح يكون شلون أنا بحصل صناديق وشلون بحصل على الأعمال الفضية بخلال فترة قصيرة. أكثر سؤال بيجيني على القناة وأكثر سؤال بنسأل فيه خصوصي لما بفتح باكجات بيجيني إنه أنا شلون بجمع صناديق خلال هالفترة. فاليوم ان شاء الله راح اشرح لكم بطريقه مفصله شلون انا بحصل على الصناديق. كالعاده اذا عجبك المقطع لا تنسى الاعجاب فيه وتعمل له مشاركه بين اصدقائك، واذا ماك مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا انا كاتب كل شيء في الدفتر قدامي، شيء ما انسى شيء. اول شيء يا شباب راح نبدا شلون انا بحصل الصناديق. في عرض يومي على دولة الهند، طبعا مو ضروري تحول دولتك على الهند. يعني انا هلا دولتي مثلا تركيا، بشغل في بي ان على دولة الهند بدون ما غير دولتي بيطلع هذا العرض تحصل منه قطعتين قسيمة صندوق امداد وكم قطعة فضية. هذا العرض يومي، طبعا انا ما على طول بساويه، وقت الفراغ او وقت بكون ملان بساوي هذا العرض. واحد. عندنا الشغل الثاني اللي هو عندنا في المهام. هون بالمهام مثل ما شايفين عندنا هدول. لما انت بتنجز المهام بيفتح لنا هدول الصناديق. هدول الصناديق الفوق فيهم تحصل منه على قطع صناديق، يمكن هون توقع اثنين، وبالنص هون بتحصل على صندوق امداد، واخر شيء بتحصل على ثلاث قطع صندوق كلاسيك. وعندكم هدول المهمات اليوميه بتحسنوا تغيروهم. يعني مثلا هون انا بس طبعا انا اخذهم كلهم، بيطلع عندكم في الزي هون اشاره تبديل، بحق لكم تغيروهم ثلاث مرات. فانتوا هون انتوا حظكم بيطلع لكم قطع فضيه او حتى قسائم صندوق. انا كنهر بسويها بغير المهمات حتى تطلع لي قطع فضيه، اما 8 قطع فضيه او 40. اوقات بيطلع لي مرتين 40، يعني 80 قطعه فضيه في نهار واحد. انا هدول بحسن حصلهم. الشغله الثانيه اللي انا بحصل كمان منها صناديق اللي هي الانجازات. اكيد اغلبكم بيعرف موضوع الانجازات، خصوصي المكافآت. مثل ما شايفين هون اشوف انا قد محصل صناديق. هون حصل خمسة بخمسة، هون تياب، هون هدول الصناديق هدول قديمات. ولسه راح حصل، هون راح حصل هذا القناع، وراح حصل هدول بعد بس لسه بدهم شغل كتير. شلون هدول انا بحصلهم؟ بتحس انت كمان تحصل عن هدول اسهل شيء بالمهمات هدول. مثلا هون اتقان الاس ام جي، اسلحه الاس ام جي كل ما قتلت فيه عالم هون بيرتفع عندك عدد القتلى، وتحصل على خمس صناديق. نفس الشيء البندقيه، نفس الشيء مثلا مسدس. طبعا يمكن مخلصهم انا ما اعتقد. في عندي مثلا اتقان اشتباك اليدوي، اخر شيء بحصل على خمس صناديق كمان. هدول كتير بيفيدوني بموضوع الصناديق المميزه اللي هدول الصفر. هدول مهمات كتير. تاني شغله عنا اياها كمان بنحصل منها الصناديق اللي هي العشيره. هي فوت على العشيره، بعدين فوت على المتجر. تحسن هون تحولوا تقريبا على ما اعتقد كل اسبوع تحسن تحولوا هدول القطع. خلينا نجرب نشوف شد المده. ايه تمام، 7 ايام كاتبين. كل 7 ايام تحسن تاخذوا هدول القسائم. هون اربع، هونيك ثلاثه. كمان هاي الشغله بتفيدكم كثير. وفي عندكم شغله يوميه تحسن كمان تحصلوا منها على هدايا. بنفوت اول شيء على المتجر، بعدين بننزل على البي بي، هون بتحصلوا على 25 قطعة فضية يوميا. بتحصلوها بدل العمل الذهبية. أكيد أنتم معكم عمل ذهبية كتير، فبتحسنوا تحصلوها بدلها. وتاني شغلة بتحسنوا تسووها، بس خليني أشيل الإلغاء لك خلص. تنزلوا على الاسترداد، تنزلوا لتحت الشي، وبتحولوا العمل الفضية لهدول الصناديق. أنا هي طبعا يوميا بساويها وبحصل منها على الصناديق المميزة. صناديق كلاسيك تجيني كثير من وراء العروض. طبعا العروض أنا كلها بشرحها في القناة. مثل ما شايفين كنها بتحسنوا تحولوا خمس قطع، يعني خلال يومين إذا تحولوا من القسمين بتحصلوا على صندوقين خلال يومين. كنها خمسة بخمسة بصير عندكم صندوقين. والله شباب الشغلة اللي بعدها طبعا هي ما كتير ضرورية أو ما كل العالم خرجت تساويها، اللي هي موضوع تحدي الطاقم. بتحسنوا تفوتوا على المتجر وبتحسنوا تحولوا كمان على صناديق مثل ما شايفين بدل عملات تحدي الطاقم. بس ولكن انا من ناحيتي بصمدهم وما كثير عم بلعب تحدي الطاقم بالفتره السابقه، بس ان شاء الله مستقبلا راح العب. واللي ما بيأش معنا تحدي الطاقم راح يطلع عندكم هلا على الفيديو. انا شارح عن تحدي الطاقم، تحسنوا تفوتوا تتفرجوا على الفيديو. ننتقل للشغله اللي بعدها، اللي هو شلون انا بحصل على العمل الفضيه. كثير في منكم عالم اسالني عن موضوع العمل الفضيه. طبعا الشغله الاساسيه اللي انا بحصل منها العمل الفضيه، طبعا مثل ما شايفين اول شيء خليني افرجيكم. عندي 4000 عمله،
اللي هي بالموسم. انا كل موسم بوصل للورقه الرابحه وبيعطوني 1600 عمله فضيه. خليني افرجيكم المكافاه مثلا. مثل ما شايفين حاليا انا موصل للماسي بحصل على 1000 عمله فضيه، اذا وصلت للتاج توصل لل 1300. الورقه الرابحه 1600. انا كل موسم بوصل للورقه الرابحه. خليني افرجيكم ملفي الشخصي. من عدا طبعا اول موسم لعبته وصلت للتاج، الباقي كلياته مثل ما شايفين ورقه رابحه. والشغله الثانيه شرحت لكم اياها، اللي هي بتقول كنها بتحصل على 25 قطعه فضيه. وفي كمان انا بحسن لما بفتح صناديق، انتم بتعرفوا انا كل فتره بفتح صناديق، بيطلع لي عمل فضيه بالصناديق غالبا. وتاني شغله بيطلع عندي التياب كتير مكرره، بحسن برجع بحولها للقطع الفضيه. واخر شيء واهم شيء اكثر شيء انا بحسن منه صناديق وعمل فضيه، اللي هي العروض اللي انا بنشرها في القناه. اذا انت جديد جاي على القناه، تحسن تطلع من المقطع وتشوف مقاطع السبعه. كل قناتي هي عباره عن عروض لصناديق ولعمل فضيه ولألبسه ولسكنات. فاذا كنت ما مشترك في القناه اشترك في القناه ان شاء الله عشان نشوف العروض اللي جاي. والله شباب راح افرجيكم انا كم صندوق حصلت خلال مده 5 ايام. اللي بيتابعني بيعرف انه انا فتحت صناديق من مده 5 ايام تقريبا. فراح افرجيكم كم صندوق جمعت. عندنا اول شيء هون 12 صندوق، هون واحد 13، ننزل لتحت هون عندنا 4 صاروا 17، وبننزل لتحت 18، وعندنا هون 2 صاروا 20، وعندنا 14 صندوق 34 صندوق جمعتهم خلال مدة 5 أيام. طبعا في كتير مهمة فادتني بهالموضوع، اللي هي مهمة الجينكسيد انحلت عندي، موجودة هون حفرجيكم. مثل ما شايفين حصلت انا على 10 صناديق. ان شاء الله راح انزل لكم مقطع شلون تعرفوا اذا المهمة عندكم ماشية ولا واقفة. واذا نزلته ان شاء الله راح يكون راح يظهر عندكم هلا على الشاشة. وفي اوقات انا بعض العروض اللي بحصلها عن طريق او بحصل على بعض السكنات المؤقتة راح افرجيكم عندي. مثل ما شايفين عندي هون لسه انا دول الصناديق مالي، عفوا الهدايا ماني محصلهم، مثل هون لون سيارة مؤقت، عندي هون خوذة مؤقتة، عندي هون مظلة، عندي هون شنتاية مظلة مرة تانية، هون في عندي شنتاية كمان هدول جيدات، صحيح انهم مؤقتات بس ولكن متغير شكل كل فترة. حتى لون الانفور البرتقاني عندي اياه مؤقت. لو بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الشرح لا تنسى الاعجاب فيه وتعمل له مشاركة بين أصدقائك. وإذا ماك مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.